عمر زيب يحمل عبء جريمة اقترفها بحق ابنته زينب. كانت غلطة كبيرة، لا أدري ما الذي كان يدور في ذهني. لكن عائلته تقول إنه كان يدرك تماما ما فعل، وإنه تعمد ارتكاب جريمته. هنا في النهر ألقى بابنته. لم يكن سعيدا بولادة ابنتنا الأولى، كان يريد ابنا، ونبهني بعد ولادة طفلتنا الرابعة إن أنجبت خامسة سيقتلها. كنت أبكي وابنتنا تصرخ في النهر، وحين حاولت إنقاذها ضربني. زوجته رأت بأم العين الحادثة برمته، وتقول إنها تعرضت لتهديدات زوجها مرارا. قتل الطفلات على أيدي الآباء لمجرد أنهن إناث لا يزال متفشيا في جنوب آسيا. المنظمات الحقوقية الباكستانية تتهم السلطات بعدم اتخاذ الإجراءات الحازمة والضرورية، ويبدو أن الشرطة هنا تغض الطرف عن فظاعة الجريمة. هل من المعقول أن تشاهد أم ابنتها ترمى في المياه وألا تخبر الشرطة إلا بعد أسبوع؟ قد يقبع هذا الرجل خلف القضبان وقد اعترف بذنبه، لكن ليس بالأمر الأكيد أنه سيلقى عقابا لما اقترفه. جاد خليل، BBC.